ليفربول يفوز على باريس سان جيرمان بهدف من تسديده وحيده فقط على المرمى باقدام اوليوت، وبرشلونه يفوز على بونفيكا في البرتغال رغم النقص العددي 1-0 باقدام رافينيا، وريال مدريد يفوز في الديربي على اتلتيكو مدريد بنتيجه 2-1 والحسم في مباراه العوده، والارسنال اول المتاهلين يفوز على اندهوفن بنتيجه 7-1 في دوري ابطال اوروبا. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي، رمضان كريم على الجميع، وما تنساش تشترك لي في القناه وتعمل لي لايك، ويلا بينا. لعب باريس وفاز ليفربول، مباراه كانت من طرف واحد، باريس كانت الافضل. عثمان ديمبلي كان عامل مباراه جامده، مهاره وسرعه واداء ملهوش حل. كل لعيبه ليفربول النهارده كانت في حاله بدنيه سيئه جدا باستثناء اليسون نجم ورجل المباراه، تصدى ل10 كرات منهم 4 داخل الصندوق وهو اللي شارك في الهدف. لولا اليسون الماتش كان انتهى بسهوله لصالح باريس. اسوأ اداء لصلاح اليوم امام باريس، ومش صلاح بس، وكمان دياز وجوتا وماكليستر. خط الوسط النهارده كان مفيش، وخط الهجوم برضه كان مفيش. تألق الدفاع وحارس المرمى اليسون حسم المباراه لليفربول. تغيير موفق من سلوت بنزول الاوليوت من اول لمسه سجل هدف، وهي الهجمه الوحيده لليفربول في المباراه كلها. مباراه غير عادله المفروض تنتهي بفوز باريس اللي عمل كل حاجه النهارده، كان ينقصهم فقط التوفيق. مباراه تفوق فيها ابراهيم كوناتي وفان دايك. كفارا عمل مباراه ممتازه، تألق وسدد كذا كره صدهم اليسون. وديمبلي النهارده كان لاعب رايق. سوبوسلاي عمل مباراه حلوه عكس المتوقع ونقذ الليفر من هدف مؤكد. ليفربول ما كانش موجود، استحواذ باريس 67 وليفربول 32 بس. انت متخيل ليفربول 32 بس استحواذ؟ المباراه النهارده عباره عن إلسون جنن هجوم باريس وخلاهم فقدوا الامل في التسجيل. لعيبه باريس سان جيرمان النهارده زهقت حرفيا من إليسون. بصراحه عندهم ديمبلي وكيفارا كان نجوم المباراه اليوم، سجلوا جون وكانت اوفسايد على الشعرايه. لعيبه باريس سان جيرمان كانوا عاملين كل حاجه في الكوره، وبنزول اوليوت يخلص الدنيا بهدف جميل. طبعا اوليوت ده قدوه صلاح وليه مستقبل كبير في ليفربول، والجول ده اغلى جول لاوليوت. نيجي لمباراه برشلونه وبنفيكا. النهارده برشلونه كان بيلاعب بنفيكا في البرتغال. برشلونه في اول 10 دقائق من المباراه اللاعب كوبارسي انطرد. افضل لاعب برضه في المباراه حارس مرمى برشلونه تشانزي، يوم حراس المرمى بجداره. وكواندي عمل مباراة عالمية. بونفيكا كان مسيطر بيشوط وبيهاجم وكانت منحاسة معاه حرفيا. خط وسط برشلونة بدري وديونج كانوا بسم الله ما شاء الله، كانوا لاعبين مباراة حلوة جدا. بدري لاعب رايق من احسن لعيبة خط الوسط. واليمين يامال النهارده ما كانش في الفورمة وما شفناهوش خالص. بونفيكا النهارده كان ضاغط وكان بيلعب، وليفاندوسكي النهارده ما كانش في الفورمة وكان تايه. اما رافينيا، انت متخيل ان بولفيكا يقعد يهاجم وعمال يضغط وتيجي كوره وهي غلطه تيجي لرافينيا يقوم داخل شيطها وتيجي جول؟ رافينيا عنده 44 مساهمة من 44 مباراة، منافس محمد صلاح على الكرة الذهبية. هانز فليك مدرب محترم بيعرف يكسب وهو ناقص لاعب، ولاعيبة برشلونة عندهم شغف وبيحب الكرة. اتوقع ان هيكونوا في النهائي في دوري ابطال اوروبا. نيجي لمباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد، مباراة القمة في دوري الابطال. لولا فالفيردي في المباراة دي الريال كان هيعدي ازاي؟ مع العلم فالفيردي كان بيلعب وهو مصاب، واحد من افضل اللعيبة في المباراة، ولولا كان الريال هيستقبل هدفين اسوأ من بعض. الكرة اللي جريزمان فوتها كان في لاعب وراه، ولولا فالفيردي عمل التكلينج كانت هتكون انفراد. والكرة التانية دي فهي كرة المباراة. الغريب في امر رودريجو الهدف الرهيب اللي سجله برجله الضعيفة. شوف الهدف ده هتعرف ان رودريجو لاعب رهيب ومظلوم في الريال حرفيا، ولو رودريجو لعب في مكانه هيكسر الدنيا. اما ابراهيم دياز عمل هدف تحفة، كان افضل لاعب في المباراة، كان قاعد بيقطع في الكرة وكامافينجا كان بيتفرج عليه، يرجع يسند وبيخرج الكرة بشكل صحيح وبيجاري خط الهجوم وبيساند معاهم. فينيسيوس ومبابي كانوا مش في حالتهم خالص. اتلتيكو لعب مباراة حلوة، سجل هدف وكان ند للريال. خبرة لعيبة الريال تتفوق وتفوز بنتيجة 2-1. بص فرصة فينيسيوس اللي تعبت جمهور الريال، كان هيريح المباراة بدري بدري. كورة زي دي في الوقت القاتل قبل مباراة العودة. شوف دفاع اتلتيكو ما كانش موجود، ومبابي وفينيسيوس عندهم سرعات، واوبليك خارج المرمى خالص، ومبابي مررها غلط وفينيسيوس ما قدرش يفرمل. حتى لما جاب الكوره ما قدرش يتعامل معاها صح. ليه يا جماعه بنقول كده؟ لان اتلتيكو مدريد على مدار السنين بيعمل كل حاجه بس ما بياخدش بطولات. وشفنا مباراه برشلونه مع اتلتيكو مدريد اللي انتهت 4-4 في الدوري. عشان كده قادرين يرجعوا ويصعدوا على حساب الريال. ونيجي للارسنال اللي بيفوز ب7 اهداف على اندهوفن خارج الارض في دور ال 16، مع العلم ان اندهوفن خرج يوفنتوس، والارسنال كان بيلعب بدون ساكا وما كانش معاه مهاجم. الارسنال لعب مباراه من طرف واحد، اول مره فريق يفوز ب7 اهداف خارج الارض. رسميا خلاص انتهت، المفروض مباراه الاياب تتلغي بعد النتيجه دي. قول توقعاتك مين هيفوز بدوري ابطال اوروبا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.